خليك فاكر الاسم ده كويس حسام، مش لأن قصته غريبة، لكن لأنك ممكن تكون شفت واحد زيه قبل كده، أو يمكن كنت زيه في وقت من الأوقات. حسام كان شخص عادي جدا، لا عبقري ولا غني ولا حتى مميز في حاجة واضحة، بس كان عنده موهبة واحدة، بيعرف يكذب حلو. مش كذب رخيص، كذب نظيف، متغلف بالثقة، كذب يخليك تصدقه وانت مبتسم. حسام كان عنده أخت اسمها مريم، أكتر حد في الدنيا كان بيخاف عليه، وكان دايما يقولها متقلقيش، أنا عارف بعمل إيه. وكان ليه صحاب، أحمد وأدهم، الاتنين كانوا شايفينه ذكي، بس أحمد بالذات كان حاسس إن في حاجة غلط، حاجة مش راكبة. اعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي علشان نكمل الحكاية، متأكد إنها هتعجبك. مع الوقت حسام بقى شخص تاني، بيتكلم بثقة زيادة، بيوعد بحاجات أكبر من قدرته، وبيحلف بأغلظ الأيمان وهو مطمن. مريم بدأت تحس إن أخوها مش زي الأول، بقى عصبي، بيتضايق من أي سؤال، وأي حد يشك يبقى عدو. أحمد مرة قال له حاسس إنك ماشي في سكة وحشة يا حسام. ضحك يا حسام وقاله أنت بس مش فاهم اللعبة. وأدهم كان ساكت، وسكوت أدهم ده كان أخطر من أي كلام. المشكلة إن في كذبة بتبقى أكبر من صاحبها. حسام دخل في مشروع كبير، ناس كتير، فلوس كتير، وثقة زيادة عن اللزوم. كل حاجة كانت ماشية بس على ورق. وفي يوم اتطلب منه يثبت حاجة واحدة بس، حاجة بسيطة، ورقة، توقيع، دليل. حسام حاول يلف، يحور، يضحك، بس المرة دي الضحكة كانت باهتة. في اجتماع واحد قدام الكل، كل حاجة وقعت، كذبة ورا كذبة، وعد ورا وعد، كلام متناقض وأرقام مش راكبة. السكوت كان تقيل، تقيل قوي. مريم كانت موجودة، أحمد كان واقف ومش قادر يبصله، وأدهم كان أول واحد يتكلم. قال جملة واحدة بس: أنا كنت مستني اليوم ده. الدنيا سودت في وش حسام، مش علشان الفلوس راحت، لكن علشان الصورة وقعت. حسام خرج من المكان ده وهو حاسس إن كل خطوة تقيلة. رجع البيت، قعد لوحده، ولأول مرة معرفش يكذب على نفسه. افتكر كل مرة قال آخر مرة، وما كانتش آخر مرة. افتكر مريم ونظرتها، مش زعل، خذلان. الكذب مش بيوقعك فجأة، الكذب بيطلعك فوق الأول، وبعدين يسيبك تقع لوحدك. كل كذبة بتديك إحساس قوة مؤقت، بس بتسحب منك حاجة أهم، الأمان. وحسام لسه عايش، بس عمره ما رجع نفس الشخص. علشان كده بقولك، لو هتكذب افتكر إن الحقيقة دايما بتدخل من أوسع باب، حتى لو اتأخر.